اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه معانا النهارده؟ اكله كده جميله كلنا بنحبها. هنعمل النهارده كفته الحاتي بطريقه سهله وبسيطه. معانا دلوقتي كيلو من اللحمه، ومعانا ربع من الدهنه. لازم كيلو اللحمه يكون عليه ربع من الدهنه، او مثلا جبت كيلو الا ربع لحمه تكون حاطه عليه ربع كيلو من الدهنه، او تقولي للجزار انا عايزاها لحمه ملبسه عشان اعملها كفته، هو هيديهالك. حطينا دلوقتي بصلايه ونص مفرومه بتصفي منها الميه خالص، مش عايزين لها سوائل. وهنحط كده عيدان رابطه من يعني حزمه بقدونس، بس عايزين العيدان بتاعتها بس. ومعانا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر واربع فصوص من الثوم. حطينا دلوقتي اي بهارات تحبي تحطيها بقى. انا حطيت السبع بهار، حطيت فلفل اسمر، حطيت كزبره ناشفه، حطيت توم بودر وبصل بودر، وحطيت كده ايه معلقه من بهارات الكفته. بهارات الكفته دي بتوديكي في حته تانية خالص. ومعايا كمان معلقه من البيكنج باودر. ماشي. ونمسك بقى الكفته بتاعتنا كده ندعك فيها، او تجيب الكبه بتاعتك وتروح حطاها. احنا خلاص كده حطيناها في الكبه، وخدت لفيناها لفه صح كده عشان الخيوط بتاعتنا تطلع منها. ومعايا ميه البصل اهي، رحت حاطه عليها معلقه من الزيت، معلقه من الخل، معلقه من هريسه الشطه. ماشي. بس هريسه الشطه يا ريت يكون داخلها توم اللي انت هتحطيها، او تضربي فصين توم مع قرن فلفل احمر، وتروحي جايه حاطه حبه الخل، وتروحي حاطه حبه الكمون، وتقلبيهم كده بقى، وتروحي تشتغلي تحطي ايدك في الخلطه دي. ماشي. وتصبعي الكفته بتاعتنا. تعالوا نشوف دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الكفته بتاعتنا بقت طريه جدا جدا جدا، وشكلها جميل. وبصوا يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. على قد ما احنا مش حاطين عليها بصل كتير، بس برضو رمت معانا كمية جميلة جدا. شايفين مفرغة من جوه وجميلة قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين اني بحب اصبع على المعلقة بتاعتي دي. لو انت عندك سيخ صبعي عليه، عندك مش عندك هاتي معلقة تكون مدورة مثلا، اي حاجة اي حاجة يا جماعة تكون مدورة كده، وتروحي جاية مصبعة الكفتة بتاعتك بالطريقة الجميلة ديت. اهم حاجة تكون مفرغة من جوه. شايفين؟ بوريكم ان اللحمه بتاعتي بقت مطلعه خيوط كده، ودوت هو المطلوب. وجبنا صينيه ونروح رصين فيها. عايز تعمليها طبعا على شبكه الشوايه اعمليها، بس انا رصيتها في صينيه كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، كانت راميه معايا كميه اللهم بارك. شايفين الكميه؟ هندخلها في الفرن وهنرجع لكم على طول. ايه رايكم يا جماعه؟ شايفين لونها؟ ما كشتش خالص. جميله جميله جميله، طريه طرية وجميلة كده يا جماعة. وبسم الله ما شاء الله، كانت لونها طعمها ريحتها كانت قلب الدنيا. يا رب يبقى الفيديو بتاعي عجبكم. مش تنسوني احلى لايك وسبسكرايب، بس مستنيه منكم تعليق او كومنت. بجد يا جماعة التعليق بتاعكم دوت بيفرق معايا، او اللايك بتفرق معايا. يا ريت الفيديو دوت عايزاه ياخد نسبة مشاهدة عالية. وطبعا يا ريت تشيروا الفيديو دوت، عشان بجد انا محتاجه ان الفيديو دوت يتشير، وعايزه نسبه مشاهده عاليه كده منكم. ويا ريت تفرحوني في الشهر الكريم دوت، وتحطي لي احلى لايك لاحلى كفته في الدنيا. شايفين الكفته بتاعتنا طريه، وسفرتنا كانت جميله جميله جميله. تعملي الكفته دي جنب مكرونه، جنب سلطه الطماطم، سلطه الطحينه، عملناها جنب شيبسي، وكانت سفره اللهم بارك. وشكرا.